بحال هاد الفطور كون كنمشي مدينه اخرى بحال طنجه او الرباط كون الثمن ديالو فات 100 درهم. وماشي السبب هو ان الفطور كان اكسبسيونيل، ولكن البلاصه هي اللي كانت مختلفه واكزوتيك، وقليل فين كنلقاو دي كافي او ريستو اللي فيهم بحال هاد الديزاين وبحال هاد الكوليسات اللي زوينين. هادي طيراس ديالهم ديزاين فيه واحد اللمسه فينتيج، وكل بلاصه مشيتو لها كتلقاو ديزاين مختلف على الاخرى، وعندهم حتى الطيراس في الفوق اللي بغيت تشمش. بخلاصه بيجو مخبيو لي يلاه اكتشفناه في مدينه القنيطره، وبحال بيجو الاسيوي اللي اكتشفنا البارح عند واكامي، غير الفرق الغابور كاليتي بري دو واكامي كان طالع. والاثمنه ديال هذا الكافي كتبدا من 40 درهم. اما سميت الفطور اللي خديت انا هو لوليوتي. الفطور كتكون فيه اومليت مع توست، وتيحطوا مع خبيزات صغار اللي كانوا زوينين، وتيحطوا مع ميوسلي بالفخوي والياغورت، والثمن ديالو 70 درهم. الاومليت مخدومه مزيان وكانت بنينه، وبان ليا فيها غير بياض ديال البيض، ومع واحد طاقتين بالفروماج بالطريقه ديال البروشيطه، وعلى حسب الذوق ديالي الاختيار ديالي ليغوم ما كانش موفق. اما الميوسلي